نجاح، بمعنى ان الشخص لو نجح واستمر خطوه ورا خطوه هيفضل ناجح على طول. يعني النجاح مش بتوقف عند خطوه معينه، لازم الشخص يبدا خطوه ويستمر في النجاح. عايزه اقول لكل طلاب ثانوي عام بندعي لهم ربنا يوفقكم، كلنا يا ريت ندعي لهم ان ربنا يوفقهم على نتيجه تعبهم. فعايزه اقول تحديدا لطالب ثانوي عام، عايزه اكلمه اقول له الامتحان اللي انت بتمتحنه ده مش تحديد مصير. الكليه مفيش حاجه اسمها كليات قمه، كليات القمه ده مصطلح لا وجود له. في مصطلح ان انا اقول الكليه دي تنسيقها عالي، الكليه دي تنسيقها قليل. فالتنسيق ده حاجه اكيد، لان مش هينفع كلنا ندخل نفس الكليه. فالمجموع ده مجرد رقم، كليه القمه ده مصطلح لا وجود له. فاحنا اللي عايزينه ان انت كطالب ثانوي عام انت ذاكرت، اجتهدت، تعبت، خلاص الباقي على ربنا، ربنا يوفقك، ربنا يكون معاك. اكيد ربنا هيختار لك الحاجه المناسبه ليك. فانت خلاص كمل، استمر في المذاكره بتاعتك ايام الامتحانات، واكيد ربنا هيوفقك. فانت علشان تكون الاهم مش ان الكليه او الاهم كليه عاليه، المهم ان انت تكون ناجح في مجالك. مش شرط تكون كليات، احنا كان في برنامج هنتحاور اكتر من شخصيات تم استضافتها، برغم ان مختلفه والكليه بتاعتها مختلفه، لكن قدرت تثبت ان هي ناجحه، وقدرت تكون معانا في برنامج هنتحاور هنا، وقدرت كمان تثبت ان هي ناجحه قدام الكل وقدام كل المشاهدين. فانت المهم ان انت تكون ناجح في مجالك، ما توقفش حياتك علشان حاجه معينه، لكن انت ذاكر، اعمل اللي عليك، والباقي خلاص سيبه على ربنا. حابه اقول لكل الاهالي، للاب والام، شكرا جزيلا على تعبكم المادي وتعبكم المعنوي. تعبتوا كتير، قدمتوا كتير لابنائكم، خوفكم يمكن يكون اكتر من خوف ابنائكم، بس اللي عايزه اقوله يا ريت تشجعوهم، يا ريت بلاش نوضح الخوف، دي سنه زي اي سنه، بس اكيد ان هو ربنا هيوفقهم. فبلاش نخوفهم، بلاش نحسسهم ان السنه دي هي نهايه المصير او تحديد مصير. انتوا دايما خليكم دعم لابنائكم، ادعوا لهم، دعواتكم هي اللي هتفضل معاهم، هي اللي هتكمل معاهم، وهيكونوا اشخاص ناجحين. معايا النهارده من الشخصيات الناجحه اللي مهتمه